في أجواء مليئة بالإبداع والفن انطلقت النسخة العاشرة لمهرجان واسط السينمائي الدولي الذي جمع نخبة من الممثلين والنقاد السينمائيين ليقدموا لجمهورهم مجموعة متنوعة من الأفلام القصيرة تتناول قضايا اجتماعية وإنسانية عميقة. عبر هذه التغطية سنأخذكم اليوم في جولة داخل أروقة المهرجان لنتعرف على أبرز اللقاءات والفعاليات مع المشاركين. يعني بالجانب الفني للشباب تحديدا، الآن السينما أصبحت سينما تكنولوجيا، سينما كرييتيف، أي سينما الفكر، الشكل الإبداعي. يعني أنا أنصحهم بالمتابعة بشكل كامل للنشاط السينمائي العالمي وبشكل خاص في أوروبا وفي أمريكا. لا يعتمدوا فقط على الإنتاج الأمريكي التي تقدمه الشركات الأمريكية بقدر ما هناك شركات رائعة تقدم أفلام ذات إيقاع مميز، اللي هي السينما الفرنسية والسينما الإسبانية القادمة بقوة. يعني أنا أقول للشباب عليكم المتابعة وعليكم العمل. التجربة لا يفكروا في أنهم سيفشل في التجربة الأولى والثانية والثالثة، سيجد نفسه في المقدمة بعد أن تتعمق التجربة لديه ويصبح لديه خزين جيد كسينما في مجال المونتاج وفي مجال التصوير وفي مجال الإخراج. الخطط المستقبلية بتنظيم هذا المهرجان شنو هي خططكم؟ إن شاء الله راح تكون بعد أكثر سعة لهاي النسخة العاشرة. يعني راح يكون حضور ليس عرب فقط، حتى مخرجين أجانب نخليهم يحضرون لواسط حتى نكون تسويق سياحي لهذه المدينة المعطاء. هذا المهرجان والمهرجان العاشر طبعا مرحبا يقوم رجال الأعمال برعاية هكذا مهرجانات، وتعرف القطاع الخاص في كل اتجاهاته إذا توكل ودعم فنانين رياضيين مزارعين اقتصاديين، هذا بالتأكيد هو نجاح للحكومة، نجاح لواصل، واحنا نرحب هذا الأمر صراحة. واليوم اللي شفته أنه أكو عمل طيب، عمل جيد، عندنا مجموعة طيبة من الشباب الفنانين سواء كوادر مخرجين، كل الكوادر الخاصة بالفن ممكن إن شاء الله يتم رعاية. الحكومة المحلية مستعدة، يعني مجلس محافظة السيد المحافظ المحترم الاستعداد كامل، اكو فكرة ونية لإنشاء مسرح وإنشاء أيضا قاعة جديدة للإدارة المحلية في الجهة الثانية من المحافظة نار دجلة. شلون شفت محافظة واسط بتنظيمها للمهرجان؟ حقيقة يسعدني أنه أشاهد مثل هيك مهرجانات تليق بالمشاهدة، وأكيد السنة الثانية أنا يعني أكون ضيف في هذا المهرجان، مهرجان واسط السينمائي للأفلام القصيرة. نتمنى لكل الأفلام يعني التألق والنجاح وربي يحفظهم، وهذه فرحة لأهل واسط، يعني يجون ويشوفون أعمال تليق بالمشاهدة يفرحون. نتمنى الفرحة تستمر. الدافع الرئيسي اللي خلاك تشارك بهاي النسخة وهذا العام للمهرجان؟ أولا هذه النسخة الجديدة تحمل اسم صديقي من أيام المسرح العسكري صعودا، وأستاذي وأخي الحبيب الدكتور محسن العلي اللي الدورة باسمه. وعندنا مسلسل سود نشتغله حاليا في بغداد اسمه دار المنسيين. اليوم وقفنا التصوير حتى أجي ويا محافظة الجميلة محافظة الكود حتى نجري المهرجان ونشارك أهل واسط في هذه الاحتفالية الجميلة. أتمنى أن تتكرر دائما، وتحياتي إلى
الداعم الرئيسي لهذه الدورات التي كانت الحاج عبد الله الشمري، وإلى القائمين على هذا المهرجان الأستاذ عصام الشمري والقريشي والأستاذ عباس العبودي، قدموا الشيء الجميل في هذا المكان. أتمنى أن يتطور وأن يأخذ أهل الواسط فنيا دورهم الريادي في الحركة الفنية العراقية. المشاكل اللي تواجهنا ما جاي أشوف الدعم، ما أريد الدعم المادي، الحمد لله والشكر، ما أريد الدعم الحكومي، لأن هذا مهرجان اليوم يمثل واسط، يمثل مدينتك. اليوم من تدق بالجوجل، تكتب بالجوجل مهرجان واسط، تكتب لك كل القنوات الناشرة عليه. أريد وجود رسمي، دعم حكومي بالتواجد في هذا المهرجان. هذا اللي يريده. الحمد لله وشكر الشباب، شباب طموح، شباب مؤسسة سنتر فن قاموا بالواجب وأكثر. والله حسب ما يقولون أنا ما علي أي فضل، الفضل لهم، أنا فقط الدعم. يبقون للبارحة للفجر إحنا باقيين ننظم. أريد بس كلمة شكر تجيهم هم إلهم، ما أريد كلمة شكر إلي، أريد كلمة شكر إلهم لهؤلاء الشباب. شاركت أنا بفيلمي اللي هو لحظة إدراك، والزميل حسن الصغير بفيلم أزيز، اثنين من محافظة واسط، فيلمين شاركن بهذا المهرجان. فيما يخص فيلمي لحظة إدراك، مشاركتي الأولى طبعا في الإخراج لهذا الفيلم، شاركت به بمصر والجزائر والمغرب، وحبيت أن أشارك بمحافظتي واتاحت لي الفرصة الحمد لله والشكر. من بين الأفلام الدولية راح ينزل كمشاركة. فيلم لحظة إدراك مدته تقريبا 4 دقائق ونص. هذا الفيلم يتحدث عن عقوق الوالدين، شخص يرمي والدته بدار المسنين. إيه، احنا نريد الفكرة الرئيسية اللي توصلها من خلال الفيلم. هذا هي الرسالة بهذا الفيلم، انه شخص يرمي والدته بدار المسنين، ومن بعدها انه يتذكر، يشوف موقف صادم قدامه، انه شلون شخص ثاني يهتم بامه، فيرجع الضمير عنده. مجرد ما يرجع انه هنا هو يلقى كل شيء انتهى. فلحظات انا ما اريد احرق، راح تشوفوها ان شاء الله، راح ينزل الفيلم هسه بعد قليل بسلامة.